السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. نتمنى من الله تكونوا على احسن حال دائما ان شاء الله. بزاف ديال بالاخص كي انسيستيو في الدراري في الكومونتير، يعني وكنشوف انا بزاف د الحالات اللي اصلا ولات ظاهره لا في تيك توك، ولا في فيسبوك، ولا في الانستغرام، ولا في مثلا اليوتيوب. كنشوفوا بزاف ديال الحالات، وبزاف ديال الحالات غادي نهضروا عليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالاخص غنانسيستي على بزاف ديال التساؤلات اللي تيتلاحوا في الكومونتيرات، وتنقرا الكومونتيرات ما كيعجبنيش نجاوب بصراحه. ما عنديش مع الجواب في لي كومونتير قليل، حيت علاش؟ عندي الخدمه وعندي الشغل، ما كنلقاش الوقت انني نجاوب في لي كومونتير. ماشي مشكل ان شاء الله الرحمن الرحيم. الموضوع الجاي ان شاء الله على هذا الموضوع نقدروا نكملوا عليه، نهضر عليه دابا الفيديو، ولكن الكماله غيكونوا في اللايف ان شاء الله. ندير معكم موعد ان شاء الله قريب، ونحاول ما امكن اننا نعطيكم معلومات مفيده اكثر ان شاء الله الرحمن الرحيم. وما نهضروا على اولاد رجال الله، اللي بزاف ديال الدراري اللي هما مثلا بحال اللي كنقولوا ماشي مثليين. ما نهضرش عن المثليين، حاشا ولله، حنا كاع ولاد رجال الله كنحترموهم، وتقديري واعز الاولاد المهمه الحنينه، ولا كاع ولاد الحاجه ملكه، ولا ولاد ملوكه، ولا الملكه الزهوانيه، او ولاد ميره كما كان انواعها. بزاف ديال الواحد اللي تيجي يقول اللي تيجي تيدير قفطان اصفر وتيدير الزيف في راسو. حنا عارفين الرجال تيبقاو رجال، وعيالات اللباس ديالهم العادي كما مولفين، والدينا كنشوفوهم كما كنشوفوا خوتنا وحباباتنا كيفاش كيلبسوا. بزاف د الواحد تيقول لك مثلا لابس تكشيطه وتيقول لك انا عندي الحاجه ملكه، او لا انا ولد الميمه الحمدوشيه، او لا انا مثلا ولد الجزار، او لا مثلا كاتب انا مجدوب، او لا كاتب انا ولد رجال الله، او لا كاتب انا مثلا بزاف ديال انه تيكتب في عنوان ديالو في لاشين ديالو كيكتب واحد الحاجه. رغم اغلبيه ديال الرجال كما كنعرفوا حنايا ملكه، ولا الحاجه ملكه، ولا ملكه المكاويه، ولا مثلا ملكه الزهوانيه، او لا مثلا آه اي نوع من الملوك، عيالات تعشقوا الرجال، وبالاخص ملكه اولا باش تكون حاضره في الراجل، او مثلا الا بغات تعشق الراجل تتعشق الرجال، تتخليهم رجال، ما كتحطهمش انثى، يعني ما تتخليهمش يوليو بنات، يعني ما كتبنتهمش، بالعكس كتعطيهم النصر، كتعطيهم العز، كتعطيهم القبول، كتعطيهم الفلوس، كتعطيهم واحد، كتزين لهم الصنعه. اذا كانوا ولد الحال تتخلي راجل تبارك الله براجل، اصلا هي كتعشق الرجال، يعني اللي تيكون راجل بشخصيته. حنا كنشوفوا وحده عندها ملكه الزهوانيه، بنت عندها ملكه الزهوانيه، ما تقدرش تمشي مع واحد الفئه، كتعجبها يكون راجل بشخصيته، بطوموبيلته، بفيلته، بدارو، بخميرو. تقول لك انا ما يعجبنيش نمشي مع واحد قل مني، ضروري كتشوف الفوق. كذلك ومثال الرجال مثل ان كتكون عنده الحاجه ملكه، كيكون ولد رباني متقي الله، قرايه القران، التسابيح، الاذكار، صوته صوت الرجال، تتخلي له صوت وصوت الرجال. النظره فيه كتكون حلوه بطبيعه الحال، حيت اصلا اللي مالكه مزينه له الدواسه. والاغلبيه منهم ديال الرجال العيالات كتكون عندها الحاجه ملكه، كتكون مرا بيتوتيه ومرا ربانيه. الاغلبيه حتى واذا كانت الزهوانيه كتكون بيتوتيه، ما عزيزش عليها الخروج، حتى ولا خرجت كتخرج بالقياس، ولا دخلت كتدخل بالقياس، حتى كتكون اصلا عندها واحد الهيبه، وكيكون عندها واحد القبول. وتا ديك البنت كتكون معشوقه للضحك والنشاط والطبالي والجلسه النقيه والكلاس. ماشي من هبه ودب يقول انا ولد الحاجه ملكه ولا ولد ملكه الزهوانيه، حيت ملكه الجن وملكه السلطات. ولا دخلت لواحد الخشبه وكانت عارفه ان هذيك الخشبه مثلا مولاتها بحال اللي كنقولوا شريفه وعفيفه، كتكون الخشبه وكتكون الروح ديالها وكتزين لها القعده. يعني ديك البنت كتكون مهيابه، وكتكون عندها واحد القيمه مع الرجال، وبالاخص يجيبها ما كيخواش. وديما كتلقاي الجسد ديالها كيفوح برائحه العطور النقيه. بالنسبه للرجال هكاك، الراجل عاوتاني كيكون مثلا عنده مثلا كما كيقول لك انا ولد الباشا، هو لابس كسوه تكشيطات ديال العيالات، حاشا ولله. بالنسبه الباشا حمو، الباشا الكبير، مول الجلابه، مول السلهام، مول العكاز، ومول الكرسي، كما بزاف ديال الناس كيسميوه. يعني هذاك الحكم ديالو صعيب اصلا. اذا كان خالد ساكن الخشبه د الراجل تيخليه راجل، ما تيكونش انثى، كيخليه راجل وكلمته مسموعه، وهو اللي كيكون كيتحمل المسؤوليه ديال العائله، وكيكون هو رب الاسره. هذاك اللي كيكون عنده الحاج مصطفى كيكون رب الاسره،
وكيكون واحد الراجل متقي الله، وكيكون هذاك الراجل للتداوي فقط، كيكون عنده التداوي بالرقية الشرعية أو ما يسمى أنه النحر. حيث أصلا الرقاة بزاف الرقاة اللي تيكونوا كيتعاملوا مثلا بالفقهاء وكيخدموا مسائل روحانية، كمثل أن كيكون عنده فقيشة مهروش وكيكون دخل الخشبة وكيداوي به الناس، يعني كيكون معالج روحاني وفي نفس الوقت كيخدم الرقية الشرعية. هذا كيعطيو ان الانسان باين فيه الخدمه وباين فيه الملك. بالنسبه للراجل اللي تيكون عنده الحاج مصطفى او الامير ديال الجزاره، تيكون كيخدم بجنويه يعني بكميته. حنا كنا كنعرفوا بان الحاج مصطفى بكميه تقريبا كاع الملوك ولاد بالاحمر سلاحهم الجنويه والاغلبيه منهم ديال البنات او ديال الرجال. تتلقاي المراه اذا كان عندها الحاج مصطفى كتكون مرجله وكلمتها مسموعه، واذا كان في الراجل كيردوا كذلك مثال كلمه مسموع، كيكون عنده واحد الهيبه، كيكون عنده واحد السلطه وكلمته ما كطيحش الارض، حيت اصلا كيكون ديك الانسان معقول من الديبار، كيكون معقول ما زيدش عليه المزح، ما زيدش عليه الهضره بزاف، حتى ولا جاتو وقت الضحك تيضحك والضحكه بالقياس. وحتى الا جاك وقت المعقول راه صاري معك في الحكم ديالو، ولا مشى تغضب عليك محال انه باش يرجع لك، حتى ولا رجع لك خصو واحد الوقت حتى كيبرد داك الشخص، حيت عنده المعقول ما زيدش عليه التفليه والكذوب. يعني كما باش ما نهرب لكمش على الموضوع، كما قلت لكم واحد الفيديو السابق، بان اللي تيكون عنده الامير ديال الجزاره باش تيوصل عنده شي واحد لابطال السحر او المعالجه الروحانيه بجنويته، كينحر العارض. يعني هو عنده النحر ما عندوش الحرق، انه عنده الكميه، كينحر العارض كما كان يكون في جسد المراه او رجل. وعنده واحد الطريقه، وعنده كيعطي الخدمه، هو اصلا كيعطي الخدمه بهذه الطريقه لاي وحده. كتوصل وحده تقدر تهيب عليك غير بالجنويه وبالكميه اللي باش تخدم لك الزار مثلا، كيطير منك العرض، يعني كيتنحر. ان البنت اما كطيح مثلا وكدير شي اعراض باش كيتنحر من هذاك الخادم او داك خادم السحر، او مثلا عاشق ولا عارض ولا كذا كما كان يكون تيطيح، يعني كطيح صافي ما كيبقى فيها الحمد لله والو، كيجعل الله الشفاء. ياك هذه واحد الجانب حنا هضرنا على هذا الموضوع، ونتمنى انكم تفهموه وتستوعبوه وتخليوا لي كومونتيرات لاي سؤال. مرحبا. وبالنسبه بالنسبه للرجال اللي تيكون عندهم مثلا كيكونوا صوتهم صوت كيجلس معك على اساس مرأة، وكيلبس لباس مرأة وكيدير التجميل ديال المرأة وكيدير بزاف، هذا كيكون عنده مس شيطاني من اليهود، باش نكونوا واضحين. كيكون عنده مس من اليهود. هذاك المس من اليهود كمثلا ساكنه وحده يهوديه والعياذ بالله، اللهم نسالك رب القضاء وانا نسالك اللطف فيه. الانسان كيكون عند كيتلبس الراجل كتردو كما هي، هي كتكون مس دخلوا بالمس ما عندوش ملك، كيكون عنده بس فرق ما بين المس وعارض، وفرق ما بين ان الانسان مسلوب ولا مجذوب ولا حاله معيوب. كما كنقولوا كان حالك معيوب خصك التداوي، وإلا كان حالك مسلوب راه انت ولد الحال، وإلا كان حالك وراثي من الخشبه نقيه ومن عائله ربانيه ومن عائله الشرفه، يعني وجار داكشي سالب داكشي من والديك، يعني راه الحمد لله زربيتك عمرها تقطع ولا تبلى، ديما جديده. يعني علاش تطيف حبابك وصحابك. بالنسبه للانسان اللي كيكون عنده مس يهودي، اذا كان في الراجل كيكون كبحال انثى، يعني انثى جالسه معك. واذا كانت في المراه كتكون عاشقه النساء، كتولي كتبغي النساء. واذا كان في الراجل كيولي يبغي الراجل في اي علاقه في اي مسائل. من الانسان ملكه ربانيه، تيقول واحد الانسان انا كنلبس تكشيطه وكندير العكار ملكه ربانيه، غتكون واحد الخشبه واحد الانسان اللي صوته صوت المراه كيتشبه بالنساء، وهي ملكه ربانيه وكتذكر الله وكتسبح وكتذكر سيدي ربي وعارفه بينه وبين الله غتسكن لهذيك الخشبه. لا ما يمكنش ان الملوك الربانيين تيبقاو في افتقار لاي واحد. انا ماشي تنسمع لان هذاك الشخص ولا داك الشخص غيسمع ينويها عليه ويقول لا، انا كنوي عامه. ولاد رجال الله معروفين قياسهم ومقاساتهم، ولاد رجال الله معروفين مقاساتهم وقياساتهم، واللي عنده شي حال الله يجعل ربي هو يكون عوين ديالو، واللي فيه شي بلا الله يهزو عليه. ان الانسان خصو يعرف شكون هو هذا الملك اللي انت داخل لك الخشبه ديالك، خصك تعرفوا شكون. هذه من واحد الجانب. واحد الجانب اخر ان كاين الدراري تيبدا يشلخ في راسو ويضرب راسو ويقول لك انا عندي حمو الجزار. حمو الجزار اولا ما كيشلخش راسو، حمو الجزار
تيطلع كاين اللي كيكون عنده الحم الجزار تيطلع فيه ملي تيعطي واحد الاعراض، كيعطي اعراض الرعف، يعني كيبقى يحس ان الدم كيبقى يدوز لك في العظام، كيعطيك واحد الاشاره ديال الشغل ديالو باغي يتقطع. ولكن كاين اللي بزاف ديال الكومونتير كيصيفطوهم لي بعض الناس يقول لك بان انا ملي تيطلع فيا تنضرب يدي، تنسبيري الدم من يدي وتنشربو. حمول الجزار اختي ما تيعطيكش انك تشربي الدم ديالك، هذاك اذا كان مس شيطاني من الحمر او عارض من الحمر كيشرب الدم ديال الكسايد، هذاك كيشربو اولا يقدر انه يشرب شي حاجات اللي هي خبائث، هذاك ما كيكونش ملك رباني. اما اذا كان عندك حمو الجزار مول القرنه ملك رباني، هذاك كيستقبل القرنه مول اللحم. اصلا شكون اللي كيكون فيه هاد مول القرنه؟ كيكون عند الجزاره اللي كيكونوا كيبيعوا اللحم. اصلا ملي كتمشي تشوفي وجه الجزار اولا كتمشي توقفي حدا الجزار راه كتجيك واحد الهيبه من الجنويه ديالو، لاحظوها معايا ولاد رجال الله. هذاك هو اللي تيكون عنده الحم والجزار. اما اذا كان عند شي واحد كيكون عند شي واحد تبارك الله سبورتيف، كيكون عند واحد الانسان انيق، كيعطيه ربي واحد الجمال في وجهه، داك الولد اللي كتوقفي قدامه كتحسي براسك راه جالسه قدام واحد الانسان اللي واحد النهار غادي يحميك، كتحسي بواحد الشخصيه ديالو. حتى ولا تعرضتي للخطر ولا حسيتي براسك انك في واحد المأزق كتلتجي كتمشي لهذاك الشخص، حيت هو اللي عارفه غيفكك من مصايبك او اللي غادي يدفع لك شي حاجه. يعني اي واحد كيبقى يتعنى بواحد الشخص بان عندي فلان يقدر نمشي عنده يفك لي المشكل، هذاك هو اللي كيكون عنده الحم والجزار. ماشي غير واحد ضارب قرعه الشراب والحمو كله مخطه وضربها بالجنويه وتقول انا راه عندي حم والجزار. عندك عوارض من اليهود فقط، هما اللي كيشردوا، هما اللي كيمحنوا العبد في الخلق. اما واحد الملك اللي تيكون عنده مول القرنه، مول القرنه كيكون عند الجزاره هما اللي كيبيعوا اللحم، اللي تلقايه تبارك الله عنده 10 15 محل ديال الجزاره، تلقايه ربي مفيض عليه الخمير ويدو ديما في الدم واللحم ما تتخطاش. هذوك هما اللي كيكون عندهم حم الجزار، وهذوك هما موالين الدواسه وموالين الجناوه. نزيدو على التايك سيدي حمو، انت يقول لك انا عندي التايك سيدي حمو مطير ليا العقل ومهبني ولا ما ضربتش الروج ما نبراش. هو بطبلته نقيه وزوينه وملك زهواني وحتى هو في نفس الوقت رباني، ما نحسبوهش من اليهود. هو بعض الاحيان الا جينا نحزروه تطلع لنا الطابله ديالو تقريبا بحالها بحال حمادي تسليم الله اولا دافيد. ولكن في واحد الحالات ما تنساش بان راه الحكام ديالو بحالو بحال الامير ديال الجزاره الحاج مصطفى، يعني تا هو تيميل للملك الرباني والاقطاب ديالو من الاقطاب الربانيه وكلامه تا هو مسموع ومعقول. هذاك تايك سيدي حمو، تايك سيدي حمو الا كان في جنابك عمرك تقولي راه غادي صباطي يبلا ولا يتقطع وما صيب باش نشريه. ديما الحاجه الانيقه والجديده تكوني لابساها، وديما البلاصه المخيره تكوني جالسه فيها، وديما الا مشيتي شي محكمه ولا شي دوسي هو مول الدواسه. الا مشيتي هو كان ساكن الخشبه ديالك الدوسي دغيا يتسنى واخا يكون كما كان يكون كيتفرى. اما داك النوع اللي كيكون كيشلخ وكيضرب كيهرس في الكيسان ويضرب مو ويضرب اختو ويضرب خالته ويسرق وينهب بحال دابا مثلا ولا باسل بزاف ولا هضره جوج عينيه حمارو، سير اخويا تعالج راسك بالرقيه الشرعيه ولا التجا للشرف انهم يديروا لك معالجه روحانيه. او لا اختي انا من عند شريف الروحانيه لكم ولات الجواد نصيحه غاتوي ان الرجال ولاد رجال الله ماشي اي حاجه نديروها حنا ونقولوا الجن راه هو سببنا، اولا شي حاجه حنا كنغلطوا فيها ولا كنديروها بيدنا ونقولوا لا حق سببها تسليم الله مسكون مسكين مسكونه نبردوا معاه، ماشي تكون مسخط والديك وتقول الجن. كاين شي مسائل شيطانيه كتلقيوها نتوما مع الجن. الجن راه كان قبل من الانس، خلق الله سبحانه وتعالى قبل ما يخلق الانس، قبل ما يخلق بزاف د الحوايج، وهما من حافظ القران وهما كيعرفوا القران وكيعرفوا الطقوس القران وشي حوايج اللي هما قارينها في القران حنا باقي ما وصلناش. هما راه قراو القران من الله تنزل وعارفين الحكم ديالو، عارفين بزاف د الحوايج وعارفين احسن منا، عندهم شي اسرار بين الله والعبد وبين الله وهذا، هما عندهم احسن منا واصلين. يعني حنا راه باقي ما وصلنا الانس حنا حتى شي حاجه، ماشي اي حاجه نردوها للجن. ايوا راه الجن سببنا الجن، انا تنخرج نسكر بالليل وتنبقى نضرب راسي واقيلا الجن واقيلا هو اللي تيدير ليا هكا. غلط بنات رجال الله، معالجه روحانيه والانسان انه يعرف راسو شنو عنده بالضبط. عاد نمشي انني بزاف ديال البنات يكون عندهم عوارض تمشي عند المقدمات تقول لك وقف لنا اختي واقف لك على الذبيحه راه خصك الجزره.
كنتي عندك عريض غتذبحي له غديولي لاصق بك واللي يخدم لك بزاف، تولي عندك مشكل اكثر من كان في الاول. نعرف الملك اللي عندي كما ذكرت لكم في الفيديو السابق، نعرف المشكل من نبدا. كان السحر نهز للسحر، كانت العين نحيد العين حيت كاينه العين الموروثه وكاينه تابعه الموروثه. نحاول ما انني نعالج معالجه روحانيه، بحال اللي كنمشي عند الطبيب كيعطيني ان تريتمون كنستعملو كيجيب ربي الحبيب عليه العفو والشفاء. ومن موراها عاد نشوف زيارات الاضرحه ونشوف شنو عندي انايا في الخشبه ديالي وشكون اللي طالب مني زياره، واش طالبين مني زياره ولا ما طالبينهاش، واش كنحلم بها ولا ما كنحلمش بها. الا ما كنتيش كنحلم بها هناك الله، كنتي كيوقفوا عليك جوادك وباغيين لك الزياره كتمشي كديريها، ولكن بانهم اي استشاره كتكون ديال الجواد كيعطيوك ارشادات كتمشي، ما عطاوكش ارشادات ما كتمشيش. نتمنى من الله ان كل فيديو ديالي يقنعكم ويفهمكم بزاف ديال الحوايج اللي نتوما غالطين فيهم. وما تنساوش حركه الاكسبلور، وما تنساوش انكم تشاركوا وتدعموا شريفه الروحانيه. وان شاء الله الرحمن الرحيم فيديو ان شاء الله السابق، وان شاء الله في الموضوع الجاي ان شاء الله غادي مازال غنهضروا على هذا الموضوع، ولكن كما قلت لكم في اللايف غنفتح معكم اللايف ويكون ان شاء الله نقاش بيني وبينكم ان شاء الله طويل. يلا ليلتكم سعيده ونهاركم مبروك.